حكينا بالحلقة السابقة عن قيام الساعة، واليوم بنكمل الفكرة وعلاقة اقتراب الساعة بانشقاق القمر. مثل ما بتعرفوا في روايات بتدعي أنه القمر شق نصفين في حياة النبي محمد، لكن هالحلقة هي رح تثبت أنه لا القرآن ذكر هالشي ولا العلم أثبت هالشي، فهي مجرد رواية لا شيء يثبتها. طب إذا ليش القرآن عم بيقول انشق القمر؟ الانشقاق في المصطلح القرآني لا يعني انقسام الشيء إلى قسمين، وإنما مجرد وجود أحافير أخاديد، يعني لتبسيط الكلمة حفرة، مجرد وجود حفرة فهذا اسمه شق. إذا حفرة بسطح الكوكب بسطحه ممكن تسمى شق، فما بالك إذا كان أعمق من ذلك. والدليل الآيات التالية: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. إذا قديش مقدار الشق المطلوب لحتى تنبت الحبات في الأرض أو العنب ونحو ذلك؟ قديش مقدار الشق؟ الشق كتير بسيط، يحدث في الطبيعة لوحده وحتى من غير تدخل الإنسان. تحدث شقوق بأسباب طبيعية بيئية بيعرفوها المتخصصين، تدخل الحبات في هذه الشقوق البسيطة وتنبت وتصبح أشجار ونحو ذلك. إذا الأرض اللي احنا عايشين عليها لا داعي لأن تنقسم إلى قسمين تصير كوكبين مثلا لحتى نزرع كم حبة. فإذا الشق بالمصطلح القرآني هو عبارة عن حفر صغيرة ونحو ذلك مما يعرفه المزارعون وخبراء الزراعة. وبالتالي القرآن يذكر أن في القمر حفر وأخاديد ونحو ذلك، ولا يدعي أبدا أن القمر قد انقسم إلى نصفين. طيب، هل القمر لوحده فيه تشققات؟ لا، كمان الأرض بيصيبها تشققات وصدوع وانكسارات، وممكن تمتلئ بالحمم البركانية ونحو ذلك. لكن الفرق إنه الأرض تمر بحركات جيولوجية بأمور كتيرة بتخلي هالشقوق هي يعني سرعان ما تنطمر، سرعان ما تختفي بعد فترة، بينما الشقوق عند القمر هي أوضح بكثير وأكثر ثباتا بكثير. فهذا من أهم الفروق بين انشقاق القمر وبين انشقاق الأرض. طبعا أنا عم بعطيكم خلاصة محادثة طويلة جدا جدا مع تشات جي بي تي، ومثل ما لكم شايفين كل هاد وصور وتحليل صور للقمر وغيره. إذا لاحظوا المؤشر هون قديش عم يمشي بطء لأنه بحث طويل جدا، فلذلك هذا بحط لكم الرابط الخاص فيه إذا نسيت ذكروني. واللي بيحب يقرأ كل هالكلام هذا ممكن يقرأه لوحده، لكن أنا عم بعطيكم الخلاصة. إذا العلم بيقول إنه التشققات بالقمر هي فعلا أمر لافت علميا، وفعلا كثرة التشققات ووضوحها وثباتها بالقمر هو فعلا يعتبر ظاهرة تميز القمر. طيب، هل كان ممكن الإنسان القديم يشوف التشققات من سطح الأرض بالعين المجردة قبل ما يكتشفوا التلسكوب وقبل ما تصير الأقمار الصناعية وقبل ما يهبطوا على القمر فتصير صور قريبة؟ هل كان ممكن يشوفها؟ اللي كان ممكن يشوفه بأحسن الحالات بعينه المجردة هو الصورة اللي شايفينها قدامكم، يعني بقع لونية داكنة. يعني بيلاحظ إنه القمر فيه شيء مختلف اللون، ليس القمر كله لون واحد، فبيشوف مثل بقع داكنة، لكن لا يمكنه أبدا أنه يعرف شو هي البقع الداكنة. يا ترى هي تشققات، يا ترى هي ألوان، يا ترى هي شو، مستحيل يعرف الإنسان القديم. فما بالك أنه هي غالبا الألوان هي لأنه كتير متسعة فهي غالبا بحار موجودة على سطح القمر. أما تلاقي شق ويظهر للعين صعب جدا جدا، حتى لو ظهر لا يمكن يعرف انه هذا شق. يعني بده يشوف خيط مثلا، خيط غامق، بده يقول لك هذا الخيط يعني شو هو، يا ترى هذا اذا قدر يشوفه
ونفترض قدر وممكن يشوف خيط ما يعرف شو هاد. إذا العلم بيقول إنه رؤية الشقوق قبل نزول القرآن وقبل حتى ظهور التلسكوب ونحو ذلك، يعني قبل التقدم العلمي اللي حدث بالآونة الأخيرة، هو أمر مستحيل. ولو كان النبي العظيم محمد هو اللي ألف القرآن، طيب ليش ليدخل حاله بأمور ممكن الزمن يثبت عكسها؟ يعني ليش ليقول إنه بالقمر في تشققات؟ ليش؟ شو بيستفيد؟ يعني شو بيستفيد إنه يأثر على الذين من حوله بهالكلام هذا؟ بالعكس يمكن يشكوا أكثر برسالته، لأنه ما رح يقدر يعطيهم الدليل على هالشي هاد. الدليل بده تقدم علمي، فهو شو مصلحته؟ يعني أنت لو كنت مكانه عم تخترع دين، عم تضحك على الناس والعياذ بالله. فليش لا تدخل حالك بأمور لا يمكن تفيدك بعصرك، بل يمكن تجي ضدك، وممكن العلم كمان بعد فترة يثبت عكسها. لكن لأنه القرآن وحي فلذلك ذكر هالنقطة هي، وهو متأكد منها ويقين. وفعلا الإثباتات العلمية الأخيرة أثبتت أن القمر مليء بالشقوق والتصدعات، وأنه هي علامة لافتة ومميزة بالقمر. أما شو أسباب هالتصدعات هي فهذا بحث طويل، مثل ما قلت لكم بتشوفوه أنتم بالرابط إذا حبيتوا، وإلها علاقة الأسباب بالمد والجزر، وإلها علاقة بقرب القمر من الأرض وبعده عنها، وإلها علاقة بكتير أمور، يعني موضوع معقد جدا. إذا المعجزة ثابتة علميا. طيب أنا هلأ حاولت أتوسع بجانب من الموضوع، على الرغم من أنه الآية عم بتقول اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني اقتراب الساعة قبل انشقاق القمر. مع ذلك أنا قلت له لتشات جي بي تي درس معي إمكانية أنه يكون انشقاق القمر هو اللي سرع من اقتراب الساعة. فكان الملخص كالتالي: أنه ممكن تكون التشققات يلي صارت بالقمر هي سرعت من ابتعاد القمر عن الأرض، وبالتالي ابتعاد القمر عن الأرض اللي هو لهلأ مستمر، عم يبتعد دائما بمقدار معين، فهذا الابتعاد هل ممكن يكون هو مسبب للساعة، مسبب لكارثة مستقبلية؟ إذا ابتعاد القمر عن الأرض، هو في نظريات اليوم بتقلك إنه إذا ابتعد لمسافة معينة أكثر من الحالية فهو عم يتجه نحو التسبب بكارثة للأرض، وبالتالي تأثر على حياة البشر فيها. لكن هي مجرد نظرية، وفي نظرية تانية بتقلك إنه لا، ما رح يأثر حتى لو ابتعد قد ما ابتعد القمر، يعني حتضل الحياة مستمرة بشكل مقبول. إذا الفكرة ما زالت نظرية، لكن على افتراض نظرية إنه ابتعاد القمر ممكن يأسس لكارثة مستقبلية، فأنا درست مع تشات جي بي تي طب ممكن يكون انشقاق القمر هو اللي سرع من ابتعاد القمر عن الأرض، وهيك بنربط إلى حد ما بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر. فقال لي إنه ما في ورقة علمية، ما في بحث متخصص بهالنقطة هي حتى نقدر نجزم، لكن إذا اعتمدنا على الفيزياء بشكل عام فهالشي وارد، لأنه أي انزلاق أي صدع بيأثر على الكتلة، بغير مكانه، تغيير مكانه بيأثر على موتور العطالة، وهالشي موجود بزلازل الأرض الكبيرة، يعني مو خيال وإنما موجود. فممكن يكون بيطبق نفسه على القمر. إذا هالشي ممكن جدا، لكن هو شو اسمه؟ ممكن وليس يقين. ممكن جدا تكون الفكرة على الأرض نفسها على القمر. لكن النقطة الثانية اللي بتقابلنا أنه حتى لو كانت نفسها على القمر فغالبا الأثر حيكون بسيط، يعني صعب نقول أنه التشققات بالقمر وصلت إلى درجة أنه تأثر بحركته وابتعاده عن الأرض لحتى يأثر بكارثة مستقبلية. إذا كمان هون الاحتمال الفيزيائي ضعيف، وكمان مو كل صدع مو كل تشقق ممكن تقارنه بصخرة عملاقة اصطدمت بالقمر، لأنه هي كمان أحد أسباب الصدوع بالقمر. فالحفرة ممكن تعمل أمور كتيرة، أما مجرد تشققات وتصدعات ممكن يكون كتير كتير تأثيرها ضعيف. لكن إذا افترضنا، عم بيقول تشات جي بي تي، إنه اتسعت هالصدوع أو تراكمت أو صار انزياح كبير للكتل، فمنطقي إنه يكون أثرها بدفع القمر بعيد عن الأرض ممكن يكون الأثر أكبر.
إذا هون شو المشكلة اللي بتواجه هذا البحث؟ أول شيء يعني العلماء مثل ما شفنا بحلقات كتيرة هن عاجزين عن فهم أمور بسيطة موجودة على الأرض، فصعب إنك تطالبهم بإنه يوصلوا ليقينيات كتيرة خارج الأرض والقمر وحركة الكواكب. هذا العلم يعني ما زال فيه كتير إشارات استفهام، وإن كان وصلوا لبعض اليقينيات. لذلك المشكلة إنه اليوم كتير البحث العلمي ما زال ضعيف بما يتعلق بهالموضوع، لكن كل اللي عم نقدر نعمله إنه نبحث إمكانية الفكرة، مجرد الإمكانية. فعم بيقول إنه وارد يعني يلعب دور التشقق بالابتعاد، لكن هون عم يرجح أكثر إنه يكون في حاجة لتدخل استثنائي. يعني أنا بفسر لكم إياه بأنه ممكن مثلا الله سبحانه بتدخل شخصي منه، يعني بتدخل خارق وليس بتراكم أمور فيزيائية مادية. يلي حضر حلقات القناة كلها بيفهم علينا شو عم نحكي هلأ. ممكن إذا الله تدخل بجزئية معينة بشكل خارق فعمل دفعة مثلا للقمر بأنه يتجه مجبرا مبتعدا عن الأرض، ممكن بعد هالدفعة الخارقة تتوالى النتائج الكارثية على الأرض. هذا محتمل، لكن نرجع بنقول إنه ابتعاد القمر بيرفع من احتمالات صعوبة الحياة المستقبلية يلي هي ممكن تكون لحظة بدء الساعة، لكن ما بيعطينا رقم قطعي ودراسة دقيقة إنه أكيد رح تنهار الحياة على الأرض. طبعا الساعة هي مو انهيار للحياة كمان، يعني هي ما رح تنعدم الحياة وإنما حيضل في حياة لكن حتكون صعبة جدا، لذلك تسمى عذاب. إذا قبل التلسكوب كان الإنسان بيقدر بالعين المجردة إنه يشوف البحار القمرية والبقع الواسعة، إذا بيشوف بحار مو صدوع. وحتى بعض الراصدين رسم توزيع تقريبي لمناطق الضوء والظلمة، لكن لا يوجد سجل موثوق يثبت أن أحدا رأى أخدودا قمريا ضيقا، يعني شقوق، وبعدين أدرك أو شخصه أو وصفه بأنه شق حقيقي في جرم القمر. هذا يلي أشبه بالمستحيل، أنه يكون حدا شاف بالعين المجردة شق وعرف أنه هو شق كمان. يعني أنه يشوف شق هي صعوبة شديدة، لا بعدين كمان إذا شافه يقول أنه هذا شق، هي كمان أشبه بالمستحيل. وهون تكمن معجزة القرآن بأنه ذكر الشق. فينا نقول أنه انشقاق القمر علامة مادية على أن القمر ليس جرما ساكنا، بل هو داخل مسار تطور حراري ومدي. مدي يعني المد والجزر اللي بتعرفوه عن القمر اللي بيأثر على السواحل البحار، يعني مقدار المي وابتعاده وقربه وكذا، ومداري مستمر. إذا في مسار تطور بهذا الاتجاه، وهذا المسار نفسه يتضمن ابتعاده التدريجي عن الأرض. إذا هو القمر دائما يبتعد تدريجيا عن الأرض، وهذا الابتعاد قد يضعف على المدى البعيد المد وأثر القمر أيضا في استقرار ميل محور الأرض. يعني الابتعاد التدريجي من الممكن، ما فينا حتى نجزم علميا، من الممكن أن يؤثر على الحياة على الأرض بنحو يجعلها صعبة جدا. بعد نقاش طويل جدا بهالاتجاه هاد قلت له طيب اعكس الفكرة، خلينا نمشي مع ترتيب الآية. الآية ما قالت انشق القمر فاقتربت الساعة، قالت بالعكس، قالت اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا خلينا ندرس اقتراب الساعة أولا ورافقه بعد ذلك انشقاق القمر. قام قال لي إنه هيك صارت الدراسة أسهل بكتير ومنطقية أكثر بكتير، لأنه من 6000 سنة تقريبا بدأ اتجاه تبريد طبيعي بطيء. إذا من 6000 سنة يعني قبل فترة قصيرة من نزول القرآن، يعني تعتبر فترة قصيرة مقارنة بعمر الأرض. فبدأت الأرض تتوجه نحو تبريد طبيعي بطيء، يعني تبريد متزايد. لو استمرت المنظومة بهالشكل فمن السيناريوهات العلمية المحتملة إنه تدخل الأرض بمرحلة جليدية، يعني بصير الناس عايشة بالجليد بالأرض كلها تقريبا، فقديش حياتهم حتكون صعبة ونوع من العذاب.
إذا هذا المنحى بدأ من 6000 سنة، فممكن نحن نقول اقتربت الساعة بما أنه من 6000 سنة بدأ التوجه نحو التبريد الذي قد يحول الأرض إلى جليد. إذا هاد كان ممكن يزيد صعوبة الحياة بمناطق واسعة بسبب توسع الجليد والبرد، وإن لم يكن خرابا شاملا حتميا. ما هو اللي احنا قلنا انه الساعة هي مو عذاب لكل أهل الأرض، وإنما عذاب للكافرين. أما المؤمنين بالعكس فهن رح يتمتعوا أكثر بهالمرحلة بالنعم وخيرات الأرض. إذا كانت الأرض من 6000 سنة قد بدأت التوجه نحو مرحلة جليدية محتملة، وليست يقينية أيضا لكنها محتملة جدا. لكن إجت الثورة الصناعية يلي عملها الإنسان، عمل هالتلوث البيئي، عمل أمور كتيرة بيعرفها المختصين، فخلت الموضوع ينعكس. بدال ما يصير اتجاه نحو برودة زائدة صار في ارتفاع بالحرارة وسريع كمان وضار. وبتعرفوا انتو انه الارض لما ارتفعت درجة قديش صار مشاكل، ونحن اليوم لساتنا عم نعيشها وخرب المناخ. وبتعرفوا انتو مثلا العشر سنين اللي مضت لليوم كيف حياة الأرض تغيرت، وكيف مناخنا، وكيف الشتاء والصيف تغير. يعني اللي بيحب يبحث بجوجل عن التغيرات المناخية اللي طرأت على الأرض بالسنين الأخيرة، وكيف كان لها أثر حاد ومزعج جدا على الحياة البشرية الحالية. فهذا شو هذا؟ من عمل الإنسان. يعني عمل الإنسان استبدل السيناريو المتوقع بأنه الأرض ستحصل فيها كارثة وهي البرودة الزائدة، استبدلها بأنه صار هلأ الإنسان يتوجه بالأرض إلى كارثة أخرى محتملة، وهي ارتفاع الحرارة الزائد يلي عم يدمر اليوم بشكل واضح وقد يدمر أكثر بكثير مستقبلا. إذا ممكن نقول أنه اقتربت الساعة من حوالي 6000 سنة بسبب الشمس وليس القمر، بسبب تغير توزيع إضاءة الشمس للأرض من 6000 سنة. فهذا جعل اقتراب الساعة، ورافق ذلك انشقاق القمر. لكن الشقوق والتصدعات بالقمر هي تحدث من زمن كتير بعيد، ممكن يصل لمليارات السنين. لكن هو كل فترة هالشقوق هي تطمر بعوامل جوية مناخية إلى آخره، تطمر وتعود تظهر تشققات أخرى. الملخص أني حاولت أدرس دراسة طويلة جدا أنه هل حدوث الساعة هل يمكن التنبؤ به؟ هل يمكن دراسة إمتى حيصير؟ وحتى درست معه نظرية بيقولها البعض بيروج لها، إنه في نجم مليء بالحديد بده يقترب من الأرض والقمر ويدفع القمر بعيدا، وهذا حيكون سبب كارثة إلى آخره. فالدراسات العلمية تضعف النظرية جدا، يعني لا تقيم لها وزنا. فحتى هذا درسته وطلع يعني ما في منطق. المهم إنه حاولت أدرس كل الأمور يلي ممكن تؤدي للساعة، بمعنى إنه يكون عبارة عن تسلسل مادي مفهوم ويمكن توقعه، ففشلت كل المحاولات. لذلك هذا كله بذكرنا بالآيات اللي حكيناها عن الساعة بالحلقة الماضية، بأنه العذاب فيها نسب لله. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كان عم بيحكي عن زلزلة الساعة. فإذا بما أن العذاب نسب لله فهو عذاب خارق لا يمكن التنبؤ به، لأنه لا يقع ضمن العالم المادي المحسوب، لا يقع ضمن قوانين الكون، هو أمر خارج عن القوانين الكونية. لذلك مهما درسنا إنه القمر وابتعد وقرب والشمس والحرارة وكذا، لا يمكن نقدر نتنبأ بإمتى ممكن تصير هالكارثة على الكافرين اللي هي الساعة. وتأكيد هالكلام أكثر إنه كلمة بغتة لما اقترنت بالساعة فاقترنت بعذاب الله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة. إذن الساعة ارتبطت بالبغتة بالفجأة، ما فيك تحسبها، ما بيقدروا يحسبوها. مع أنه اليوم العلماء عاملين مراصد فلكية وعم يدرسوا الكون ويراقبوا كل شيء بالكون قدر الإمكان،
مع ذلك مستحيل يقدروا يعرفوا إمتى حتصير هالكارثة، لذلك ارتبطت بالله. أما ربنا فهو بيعرف توقيتها، مو هو اللي بيتسبب فيها، المسبب هو الله. لكن إمتى ارتبطت بغتة بالملأ الأعلى يلي قائم على الأسباب؟ فأخذناهم بغتة، هدول الأقوام القديمة، لأنه ما كان عندهم أصلا وسائل لحتى يدرسوا حركة الكواكب ويتنبؤوا يقولوا في كوكب بعيد بيننا وبينه آلاف السنين الضوئية، ومع ذلك قدرنا نرصده وممكن يمر بجانب الأرض في سنة كذا. هالأمور هي الجديدة، الأقوام اللي حكى عنها القرآن ما كان عندهم هالوسائل للرصد، فلذلك كان ممكن يجيهم العذاب فجأة وما يقدروا يدرسوه، مع أنه العذاب كان مبني على وسائل مادية. يعني كان مثلا في زلزال هو محسوب عند الملأ الأعلى بده يصير بالسنة الفلانية، وهن عرفوا أنه هذا الشعب سيء فتركوه بالأرض نفسها وما عملوا الظروف لحتى تساعده يترك الأرض، وتركوه يلاقي مصيره ويجي الزلزال بالسنة الفلانية ويكون عذاب إلهم. إذا هن ما عملوا شيء خارق الملأ الأعلى لما عذبوا الأقوام يلي انذكرت مع كلمة بغتة والملأ الأعلى، وإنما المشكلة كانت إنه هدنك الأقوام ما عندهم وسائل ترصد لا الزلازل ولا غيرها إلى آخره. رجعنا هون، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، كمان اقترن عذاب الله بالمفاجأة، لكن وضع خيار آخر أو جهرة. ما هو هذا تحدي أكتر، إنه يجيك عذاب الله تشوف مثلا بدايته بعينك وتتفاجأ فيها، لكن أنت شايف مسارها ومو قدران توقف بوشها. يعني هي من ناحية جهرة، لكن من كتر صعوبتها أنت مو قدران تحرك أي شيء ضدها. فعذاب الله إن إجا بغتة ولا جهرة بكل الأحوال هو مرعب. فإذا هي حقيقة حادثة انشقاق القمر، وربنا يجعلنا من المؤمنين بحيث لو قامت الساعة نكون مع عباد الله المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.